بيتعمد يسرق الكاميرا من زمايله، وضرب ممثل غلبان بالقلم على وشه، وده لما ضحك الناس أكتر منه. كل إفيهاته وحركاته طلعت تقليد. عمر الشريف شتمه، وهند رستم كانت بتكرهه. أما مراته الجميلة فسيطرت عليه وكانت بتعين وترفض الممثلين بمزاجها. الملك فاروق بقى دخله مستشفى المجانين، وعبد الناصر قعده في البيت. خلينا مع بعض نتعرف على الوجه الآخر لإسماعيل ياسين، نجم الكوميديا اللي ياما ضحكنا وتربينا على أفلامه وإفيهاته. لكن الحقيقة ورا الضحكة دي حكايات تانية كتير، وشهادات صادمة من ناس اشتغلوا معاه وقالوا إنهم ما كانوش بيحبوه أبدا، وإنه ما كانش بالشخصية اللي بتطلع دايما في الأفلام. تخيل معايا إن ضحكة إسماعيل ياسين الغريبة والحركات اللي كان بيعملها ببقه وكانت بتموتنا من الضحك ما هي إلا ضحكة مصطنعة اقتبسها إسماعيل ياسين من ممثل تاني. إيه، ممثل تاني؟ أيوة، مش بس ضحكته، تقريبا كل حاجة كان بيعملها طلعت تقليد. اللي في الصورة ده مش إسماعيل ياسين، ده الشخصية الحقيقية اللي أبو السعود الإبياري اكتشفها ووافق عليها إسماعيل ياسين وقدمها للجمهور بالشكل ده. يعني إسماعيل ياسين مش شخصية أصلية طبيعية، لا ضحكتها طبيعية ولا إفهاتها أصلية زي ما كنا فاهمين، لكن للأسف هو كاركتر مقلد من ممثل فرنسي شهير جدا. الممثل ده كان اسمه فرنانديل. فرنانديل ممثل عالمي ونجم شباك في سينمات العالم. مش بس كده، ده مخرج وكمان مطرب تقيل. بدأ مشواره في أوائل الثلاثينات قبل إسماعيل ياسين بسنين طويلة. فرنانديل بيعتمد على حجم بقه الكبير. تخيل معايا، اعتماده في الكوميديا كان على ضحكته الشهيرة، حركاته، وشه وجسمه الكوميديين، بجانب كمان تقديمه للأغاني المسماة بسكتشات، حاجة زي المونولوج عندنا كده، أغنية خفيفة بيقدم فيها قضية وكانت الأولى من نوعها. أبو السعود الإبياري بقى قدم إسماعيل ياسين كنسخة عربية جديدة لفرنانديل، بيستخدم فيها إسماعيل ياسين حركاته وإفيهاته، وحتى بعض القصص والمشاهد الكاملة أخدها وعملها، مع إضافة طبعا لمسته الخاصة، لأن إسماعيل ياسين في النهاية كان مجتهد. عايزة أقولك كمان إنه ما أخدش من فرنانديل بس، زي حركة الجنون بهز الدماغ لشارلي شابلن، والخوف المبالغ فيه مع هز الساقين والإيد من الممثل الأمريكي لو كوستيلو. وكمان أخد أفلام كاملة ونقلها حرفيا، زي فيلم إسماعيل ياسين في متحف الشمع، واللي اتنقل من فيلم فرنساوي بالحرف. كمان في فيلم إسماعيل ياسين في الأسطول، واللي كلنا بنتسمر قدامه كل ما يتعرض. عارف إنه متاخد من فيلم الفرنانديل، بيحكي نفس القصة من أول الاختبارات اللي هو مش قدها لحد ما يبقى في الجيش نفسه ويبقى جندي حقيقي. الفيلم اسمه أجناس وإنتاج سنة 1937. ثم استخدم نفس الإفيهات والمشاهد اللي عملها قبل منه فرنانديل بحذافيرها. أما بقى في لقاء إذاعي مع الإذاعة السورية اتشاف تشابه أسلوبه مع بعض الممثلين الفرنسيين، خصوصا في الأداء الكوميدي والمبالغة في ردود الفعل الجسدية، لكنه دايما كان مصري أصيل في شخصياته. وساعتها المذيعة سألته وقالت له: إيه الفرق بينك وبين الممثل الفرنسي الشهير فرنانديل؟ قال لها الكلام بالفرنساوي. تعالوا بينا بقى نرجع ورا شوية. الحاج إسماعيل علي نخلة تاجر دهب ثري وميسور، خلف ولد وحيد وبنت، سمى الولد ياسين. فالولد طلع متدلع على الآخر، سهر لنص الليل ومغامرات، والمبرر إنه ولد وحقه يتدلع. لكن رغم الدلع إلا إنه شال شغل أبوه، وكان شاطر جدا في الشغل، شاطر وصنايعي بريمو، وده خلى الأب يصهين على موضوع سهراته. وفي يوم الأب صحى يصلي الفجر، بص على ابنه ياسين في الأوضة ملقاهوش نايم، بص من الشباك لقى ابنه نازل من عربية وفي ست جميلة معبطة فيه وبتودعه. طلع ياسين بيتمطوح، وقبل ما يحط المفتاح في الباب لقى اتفتح، ولقى أبوه في وشه. أبوه شم ريحة الخمرة وراح ضربه بالقلم، ومن ساعتها قرر يجوزه. واتجوز ياسين فعلا وخلف ولد وسماه اسماعيل على اسم أبوه، علشان يبقى اسماعيل ياسين اسماعيل. طبعا فهمت بنتكلم على مين؟ عن الفنان إسماعيل ياسين. الغريب إن إسماعيل خلف ولد وحيد اللي هو ياسين، وياسين خلف ولد وحيد اللي هو الفنان إسماعيل ياسين، وإسماعيل ياسين نفسه خلف ولد وحيد اللي هو المخرج ياسين إسماعيل ياسين. أما بقى ياسين إسماعيل ياسين فما خلفش صبيان أصلا، خلف بنتين سارة وسلمى. المهم في رابع يوم العيد الصغير، وده كان يوم 15 سبتمبر سنة 1912، اتولد الطفل إسماعيل ياسين. وبعد 6 سنين أمه ماتت، وقرر أبوه كالعادة إنه يتخلى عن آخر مسؤولياته ويبدأ حياته الجديدة.
فقرر إنه يتجوز ويسيب إسماعيل عند جدته. جدته كانت اسمها أليفة، وده مجرد اسم بس. الحقيقة إنها كانت ست قاسية جدا، وكانت شغالة في تجارة القماش والزيوت ووسيط بين التجار. إسماعيل كان دايما حاسس إنها مش بتحبه، وكانت دايما بتخليه يعيش على وجبة واحدة في اليوم، وكانت شايفة إنه ابن الراجل اللي كان السبب في موت بنتها. يعني من الآخر كانت مخلية عيشته جحيم. إسماعيل خرج من المدرسة وهو لسه في رابعة ابتدائي، لكنه كان ورث عن والده حب الطرب والموسيقى، وكان معجب جدا بالموسيقيين بالذات عبد الوهاب، وكان يقعد يغني مع أصحابه أغاني في الأفراح. إسماعيل كان مسؤول في العيلة إنه يجيب الفول، كل مرة يعدي فيها بتاع الفول، لكن واضح إنه كان طفل شقي شوية، فكان ياخد حبيبات الفول لنفسه ويفضل ياكل فيها طول الطريق لحد ما يوصل البيت، ويسيب بس مية الفول لباقي العيلة. وده كان بيخلي أبوه يضربه حتة علقة علشان يحرم يعملها تاني، لكن إسماعيل كان بيرجع يعملها تاني لدرجة إنهم قرروا يبطلوا يبعتوا يجيب فول تاني. إسماعيل بعد ما كمل 17 سنة وحس إنه مش نافع في التعليم، قرر إنه لازم يحقق حلمه ويغني، وقرر إنه يسافر للقاهرة عشان يدخل معهد الموسيقى. في الوقت ده كان معاه 6 جنيه مستلفهم من جدته، واللي كانت مخبية فلوسها في غطا المرتبة، مش عاوزين طبعا نقول إن هو سرقهم. وصل القاهرة ومعاه 6 جنيه، وقالك بس دي الطريقة الوحيدة عشان أغني، لكنه ما كانش يعرف مواعيد المعاهد ولا أي حاجة. ولسوء تخطيطه إنه لما قرر يعمل خطوة زي دي عملها في الصيف، وطبعا المعاهد كلها كانت قافلة، فاضطر إنه يبات في مسجد السيدة زينب لحد ما خادم المسجد لاحظ وجوده وطرده. بعدين لقى جامع تاني في حي السيدة، وكان دايما بيحاول يلاقي أي مكان يبات فيه. وفي موقف حصله لما اتهموه بسرقة طقم الشاي من المسجد، لكن الإمام اتدخل وأنقذه وغسل له هدومه اللي كانت اتوسخت من الشارع. إسماعيل اضطر يرجع السويس تاني، لكن لما رجع شاف مشهد مستحيل يقدر ينساه. أبوه الراجل الغني الجواهرجي اتحجز على محله واتباع، وبعد ما كان صاحب محل بقى بيشتغل صنايع عند غيره، وده بعد ما ضيع كل فلوسه. وهنا إسماعيل قرر إنه ما يعملش زي أبوه أبدا، وإنه يفضل يشتغل طول عمره علشان ما يجيش يوم ويتعمل فيه اللي اتعمل في أبوه. وده الخوف اللي فضل ملازم إسماعيل طول حياته، خوف من الفقر والمرض والضياع. في القاهرة حصل موقف مضحك تاني لإسماعيل، وده لما اتعلق ببنت اسمها سعاد، وكان نفسه يتجوزها قوي ويعرف أهلها، لكن الموقف اتقلب ضده لما اكتشف إنها كانت مرتبطة ومخطوبة لواحد تاني، وإنها حبت تبعت إسماعيل لعريسها عشان توضح له بس إن في عرسان بيجولها. إسماعيل ياسين بيحكي وبيقول: كنت أعجبت بالبنت جدا وكلمتها عشان الجواز، هي رحبت جدا وقالت لي روح لظابط في اسم المسكي وقول له إنك عايز تتجوزني. بعدين اكتشفت إنهم مرتبطين وكانت حابة تغيظ عريسها بيا. وطبعا مواقف سمعة الفكاهية والمضحكة كانت كتير جدا، خصوصا مع الإذاعة، وأحيانا بسبب حاجات بسيطة جدا زي الشاي. بيحكي مرة وبيقول: كنت دايما بنسى نفسي وبضحك على كل حاجة حصلت لي، حتى لو كانت موقف أليم كنت بحاول أهرب منه بالضحك. وفي يوم من الأيام كان ساكن في لوكاندا بياكل أكل الفنانين من غير ما حد يعرفه، لكن بعد شوية اكتشفوا إن أكلهم بيختفي كل يوم، وبقت الشكوى مستمرة، وهو يضحك ويقول: أنا كنت دايما بجيب لنفسي المصايب. وفي مرة تانية وقت شغله في الإذاعة المصرية حب إنه يهني زميله مدحت عاصم بمناسبة جوازه من الفنان عفيف الرشيدي، فقرر يقدم له هدية. الهدية دي كانت طقم شاي، لكن بدل ما الموقف يكون لطيف حصل العكس. بيقول: رحت له وقال لي انت جايب لي رشوة، قلت له لا، وبعدها اتمنعت من الإذاعة 9 شهور. اتشردت شوية وكنت باخد فلوس كويسة من الإذاعة قبلها، لكن رجعت تاني. من المفارقات بقى ان في منتصف الخمسينات فرنانديل اتخلى عن كوميديته الصريحة اللايت، لان شكل السينما في العالم كان اتغير، وبدأ يقدم أعمال عميقة عن الحرب والشيوعية وخلافه، وده اللي ضمن له الاستمرارية لحد السبعينات. وكان أشهر اللي قدمه هي سلسلة أفلام اسمها دون كابيلو. في نفس الفترة دي اللي استمر فيها إسماعيل ياسين على أدائه ما غيروش. في النهاية نمطية إسماعيل ياسين في الأداء وتغيير شكل السينما في كل حتة أدت لأن نجمه يخفت وتبتعد عنه الأضواء، لأنه استمر على نفس المنوال.
بعكس فرنانديل النسخة الحقيقية واللي استمر واحد من ألمع نجوم أوروبا والعالم في مجال الكوميديا، وده لأنه طور وغير من جلده. الفنانة سعاد مكاوي واللي شاركت بطولة أكتر من فيلم مع سمعة قالت مرة إنه رفض يبوسها، وعلقت على الموقف ده وقالت: إسماعيل ياسين قبل ما يبدأ كان بيكتب في العقد إنه ما يبوسش البطلة، وفي مرة المخرج طلب إنه يبوسني في آخر الفيلم لكنه رفض بشدة وقال له الغي العقد لكن مش هعمل كده. ولما سألته عن السبب، خصوصا إن المشاهد دي كانت منتشرة في الأفلام، رد عليها وقال لها هو كده مزاجي. وفعلا بتقول سعاد إن كلامه هو اللي مشي في الآخر رغم معارضة المخرج. إسماعيل ياسين كان أول فنان في تاريخ السينما المصرية يتعمل أفلام باسمه، وده طبعا بعد ليلى مراد، وده معناه إنه كان ظاهرة لوحده، يعني مش مجرد ممثل بيشارك في فيلم، لأ، الفيلم كله كان بيتباع ويتسوق باسمه، يعني الناس بتدخل السينما من غير ما تفكر علشان إسماعيل ياسين. وفي يوم من الأيام القصر الملكي دعا إسماعيل ياسين لحفل خيري، والحفلة دي كانت لصالح جمعية مبرة محمد علي، والحفل كان مليان كبار رجال السياسة والاقتصاد والفنانين، وطبعا ما ينفعش يتعمل حفلة كده من غير نجم الشباك الأول في الكوميديا وقتها. ولما جه دوره على المسرح، الملك فاروق بنفسه طلب منه يقول نكتة جديدة. إسماعيل استجاب وقال: مرة واحد مجنون زي جلالتك كده. وقبل ما يكمل النكتة، الملك فاروق اتنرفز وقال له: انت بتقول ايه يا مجنون؟ الموقف طبعا كان محرج جدا، واسماعيل حس انه ممكن تحصل كارثة، فعمل نفسه وقع مغمى عليه، واتظاهر ان هو مش فايق عشان بس يخرج من الورطة. وبعد ما فاق، الملك طلب من طبيبه يشوف حالته، وأمر بنقله على مستشفى الأمراض العقلية على طول وعلى حسابه الخاص. وقعد إسماعيل هناك 10 أيام لحد ما خرج منها. أما بقى علاقة جمال عبد الناصر بإسماعيل ياسين فبيقولوا إنها كانت علاقة عداوة. الحكاية دي حكاها الكاتب الكبير أنيس منصور. المشير اليمني عبد الله السلال كان بيتعالج في مستشفى المواساة في اسكندرية، والدولة المصرية اهتمت بيه جدا، والمخابرات وقتها استعانت بإسماعيل ياسين عشان يروح يضحكه ويهون عليه، يعني مقابل مبلغ مالي كبير. مش بس كده، وعربية خاصة توصله وتجيبه. وفعلا إسماعيل راح وزار السلال وقال له نكتة خلت الراجل يضحك من قلبه، وطلب منه يعيدها في كل زيارة. إسماعيل كررها مرة ورا التانية لحد ما زهق، وفي يوم قال له: طب ايه رأيك اسجلها بصوتي عشان تسمعها كل يوم وتضحك بدل ما اعيدها انا؟ لكن الراجل رفض وقال له: اللي بيضحكني مش النكتة، طريقتك انت في إلقائها اللي بتضحكني. بمرور الوقت الراجل خف وخرج من المستشفى، وعمل حفلة كبيرة يشكر فيها إسماعيل ياسين، وقال إن النكتة دي كانت سبب في تحسنه. ساعتها الناس بدأت تستغرب وتتساءل: يا ترى ايه النكتة دي اللي ضحكته للدرجة دي؟ النكتة كانت عن راجل كل يوم يقعد في قهوة يقرأ الجورنال، وبالذات الصفحة الأولى، وبعد ما يقراها يرميها على الأرض متضايق. الناس سألوه: انت ليه متعصب كده؟ دي صفحة الوفيات جوه مش في الأول. فرد الراجل وقال لهم: أنا عارف، بس اللي مستنيه يموت مش هيعلنوا وفاته غير في الصفحة الأولى. ولما جمال عبد الناصر سمع النكتة دي اتنرفز جدا، واعتبر ان في اسقاط عليه وكأن اسماعيل بيتمنى موته. في كلام اتقال ان نجمه بدأ يختفي في الستينات بسبب جمال عبد الناصر اللي وقف حاله ومنع المنتجين يشتغلوا معاه، وده كان سبب ان نجمه يختفي. اما بقى اول اشاعة طلعت حوالين وفاة اسماعيل ياسين ان الراجل مات على الحديدة بعد ما الضرايب طلبته بفلوس قديمة عليه، وانهم حجزوا على العمارة اللي كانت ملكه، لدرجة ان الناس قالت اهله ملقوش فلوس يدفنوه بيها. لكن الكلام ده نفته سامية شاهين مرات المخرج الراحل ياسين إسماعيل ياسين، وقالت في تصريحات تلفزيونية ان سمعة ما ماتش فقير زي ما بيتقال، واكدت ان اخر شقة عاش فيها كانت كبيرة وواسعة 7 أوض وصالة. سامية وضحت ان فعلا حصلت أزمة مع الضرايب لانهم سحبوا من حسابه 300 ألف جنيه، وده من غير ما يعرف، وده السبب في انه يتعب ويجيله شلل نصفي. لكن بعدها سافر لبنان واشتغل هناك وكسب فلوس كويسة، ولما رجع مصر لقى فيه تضييق جامد على الفنانين، فرجع يغني مونولوجات تاني، لكن عمره ما وصل أبدا لمرحلة انه يمد ايده او يتسول زي ما الناس بتقول. اما بقى عمر الشريف كان ليه رأي تاني. عمر الشريف ما كانش شايف اسماعيل ياسين ممثل بالمعنى التقليدي، وقال كده: المصريين ما بيفهموش ازاي مخليين واحد زي اسماعيل ياسين نجم وكوميديان كبير، ده لا ممثل ولا نجم. لكن في نفس الوقت عمر اعترف انه كان ليه جماهيريته وبيملى قاعاته وبيضحك الناس.
أما بقى هند رستم مارلين مونرو الشرق فما كانتش بتطيق إسماعيل ياسين، والسبب فيلم ابن حميدو. هند كانت عاملة شخصية بنت غلبوية وبترغي كتير، وفجأة المخرج لقى إسماعيل بينسحب من المشهد، ولما سأله مالك إسماعيل رد بعصبية وقال له الست دي عاملة زي البغبغان، مش مديانا فرصة نتكلم. هند اتضايقت جدا وعيطت، وساعتها زينات صدقي أخدتها على جنب وقالت لها بتعيطي ليه يا عبيطة، ده نظامه، خايف تاخدي منه الجو وتسرقي الكاميرا. وده خلق بينها وبينه خصومة لدرجة انها اعترفت في لقاء انها مرتحتلوش ابدا ولا كانت بتحبه. في فيلم مستشفى المجانين حصل خناقة بينه وبين الفنان حسن. حسن قال افيه مشهور اصلا انا عندي شعرة ساعة تروح وساعة تيجي، لكن ده ضايق اسماعيل جدا لدرجة انه افتعل المشكلة وضربه بالقلم على وشه. وفي ارشيف الصحافة بنلاقي خناقة تانية، المرة دي مع شكوكو. رغم انهم بدأوا مع بعض كدويتو ناجح، الا ان شكوكو لما بقى مشهور هاجمه وقال كنت ملازم لهذا الشاب على سبيل التشجيع، لكنه بدأ يتفرع وروحه في السينما مش خفيفة. اسماعيل رد عليه بهجوم، وده زعل شكوكو جدا وقال الله يرحم ايام زمان يا اسماعيل. اسماعيل ياسين ما كانش سهل قوي كده زي ما كان واضح لنا، والقصة اللي هحكيها لكم هتوضح ده اكتر. الشراكة الاشهر كانت بين سمعة والفنان رياض الأصابجي. للي ما يعرفوش الشاويش عطية في افلامه، عملوا مع بعض انجح الافلام. لكن لما الأصابجي اتصاب بالشلل اسماعيل لا زاره ولا عزى في وفاته ولا حتى حضر ال40. ابن الأصابجي قال بالحرف اسماعيل ما كانش محبوب وما كانش ليه غير ابو السعود الإبياري، وابويا ما كانش بيفوت مناسبة من غير ما يعمل الواجب. بعد ابويا اسماعيل ما عملش فيلم ناجح واحد، وراح يشتغل في كباريهات بيروت وفشل، ورجع يشتغل مونولوجات في شارع الهرم. تخيل انك تبقى شغال مع نجم كبير زي اسماعيل ياسين، وبدل ما تبقى نهاية شغلك معاه خروج بشكل شيك تلاقي نفسك اترفدت بسبب موقف غريب. سناء جميل اتسألت وقالت لما اشتغلتي عند اسماعيل ياسين خرجتي ولا اترفدتي؟ ضحكت وقالت لا يا سيدي انا اترفدت. لما سألوها ليه قالت له بص مراته كانت ست شيك قوي، جميلة كده وقليطة، اسمها مدام فوزية، وكانت بتحضر معانا البروفات اوقات، وانا من طبعي ما بتكلمش كتير، كل اللي اقوله مساء الخير صباح الخير. هي بقى كانت واخدة عني انطباع اني متقنعرة ومش اجتماعية. جه في يوم كانت عاملة عيد ميلاد لابنها وعزمتني، وانا من طبيعتي مش بحب المناسبات دي، فاعتذرت وما رحتش. ومن هنا بقى الدنيا اتقلبت. المدام اخدت الموضوع على كرامتها وقالت لجوزها البنت دي مالها بتتقل عليا ولا شايفة نفسها، وطلبت منه يخلص عقدي. وفعلا اسماعيل ياسين بنفسه قال لي خلاص يا بنتي شكرا ليكي، رغم انه كان بقيلي 3 شهور في العقد. اخدت مرتبهم كاملين لكن من غير ما اشتغل ولا يوم. قالتها بابتسامة فيها مرارة وذكريات زمان، وكأنها لسه مش مصدقة ان حياتها الفنية اتأثرت بسبب حفلة عيد ميلاد ما حضرتهاش. في كلام كتير اتقال عن حياة اسماعيل ياسين الشخصية، واكتر حاجة الناس كانت بتتكلم عنها هي ان مراته التانية اللي اسمها فوزية كان ليها سيطرة كبيرة جدا على حياته وبيته. اسماعيل بطبعه كان طيب وغلبان وما بيعرفش يقول لأ، خصوصا لمراته، هي اللي كانت ماسكة زمام الامور. مش بس كده، ده كمان الفنانة امال فريد قالت ان السبب الرئيسي في افلاسه والحالة المادية المتعثرة والصعبة دي هي زوجته. في النهاية اسماعيل ياسين فضل علامة في الضحك والبهجة اللي قدر يضحك مصر كلها من قلبها. يمكن الدنيا ظلمته في آخر أيامه، لكن اللي سابه وراه أكبر من أي حاجة. ساب ضحكة لسه عايشة جوانا وبتتجدد مع كل جيل جديد، وده يمكن أكبر انتصار لأي فنان، إن الناس تفضل فاكرين ضحكته حتى بعد ما يمشي. وبكده أنا خلصت حكاية النهاردة من حكاية المشاهير. أتمنى تكون عجبتكم وهستنى تعليقاتكم، وأشوفكم في حكاية جديدة. سلام.